يا ترى هيحصل ايه لو جبت اللمبه الفلوريسنت اللي عندي وقربتها من التسلا كويلز اللي موجود الطويل الطيب والصغير الخطير؟ طبعا كلكم عارفين اللمبه الفلوريسنت بتحتاج كهرباء علشان تنور، ونتكلم بقى في الانبعاث الطيفي والحاجات اللي موجوده عندكم في ثانيه اعدادي دي، لكن انا مش جاي اوريكم ده ابدا. انا جاي اوريكم منظر اول مره تشوفوه في حياتكم، اللمبه الفلوريسنت وهي في ايدي واكني انا اللي بوصل لها كهرباء، انا اللي بنورها من الفراغ، ولا فوقيها حاجه ولا تحتيها حاجه. ولكن في حقيقه الامر المجال الكهربي اللي عندي اللي خارج من التسلا كويل هو اللي بيأين الالكترونات دي علشان تخليها تنور. وطبعا قررت ان انا اجرب نفس التجربه تاني واقرب اللمبه الفلوريسنت اللي عندي من التسلا كويل الصغير الخطير اللي اللمبه فيه تلاقيها بتنور اكتر بكتير ومسافات ابعد بكتير من الطيب الطويل اللي عندي. كل ده لسه منوره، هخرج بره لسه منوره. ايه ده؟ لكني لن ولم واي حرف نفي في الدنيا اجرؤ ان انا احط ايدي على هذا الوحش الكامن اللي شكله صغير بس يعور.